أفضل طريقة وأسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم، كل الذي عليكم شاهدوا الفيديو للنهاية، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستتوفقون في حفظ القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم الفضلاء، أيها الأخوات الكريمات، كل الذي عليكم صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في خانة التعليقات. والذي الآن لم يشترك في القناة أتمنى منكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ضغط لايك، انشروا هذه الحلقة في كل مكان لعل ذكرا أو أنثى يحفظون القرآن في ميزان حسناتكم كتب الله سبحانه وتعالى أجري وأجركم. ولا نريد أن نطيل عليكم في المقدمة، وهيا لنبتدئ هذه الحلقة. أيها الأخوة الأكارم الفضلاء، أيها الأخوات الكريمات، موضوعنا اليوم كما هو مكتوب في العنوان: أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم. ما هي الطرق؟ ما هي الخطوات التي أعملها لكي أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الخطوات التي أعملها لكي يسهل علي حفظ القرآن الكريم؟ ما هي الخطوات التي أعملها لكي أحفظ بشكل يومي مستمر، وأيضا أراجع وأثبت الأجزاء التي سبق حفظها؟ كل الذي عليكم تابعوا لي للنهاية بإذن الله سبحانه وتعالى. سنعطيكم فيديو بأجمل شيء وبكل بساطة وبكل سهولة الذي تعملونه. الأول، الطريقة الأولى أو في البداية أن تنوي النية، وأنا دائما أقولها في مقاطع الفيديو، لأن النية إذا لا توجد فمستحيل بأن تحفظوا القرآن حتى وإن حفظتم بعضه أو كله. لماذا؟ سيضعف عليكم الأجزاء أو ستكون حفظكم ضعيف. لماذا؟ لأن النية ليست موجودة. هذا الخطوة. لكن إذا النية موجودة، التحفيز موجود، التشجيع موجود، ستحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، وعند ختمكم لكتاب الله سبحانه وتعالى ستسمعونه مباشرة بدون أي تردد، بدون جزء ضعيف أو صورة ضعيفة، لا، مباشرة ستسمع حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يتمناه كل إنسان أو كل حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، أو كل من قرب لختم كتاب الله سبحانه وتعالى، أو كل من انتصفت أجزاؤه أو انتصف من المصحف. هذا الذي يتمناه بأن يسمع مباشرة بدون أي تردد. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ودائما نقولها: قلل من المقدار وأكثر بالتكرار. عندما تقلل حفظك اليومي، مثلا أسمع صفحة، أسمع في اليوم مثلا صفحة، أسمعها عند المعلم بدون أي غرض. وإذا كانت أخت تسمعها عند المعلمة بدون أي غرض. وعندما ينتهيان من التسميع عند العودة يراجعونها بتكرار. هذا الذي سمعته بدون أي غلط، نعم أراجعه ولو هي بدون غلط. لماذا؟ لأني في وقت ما أحتاج هذه الصفحة، صفحة وراء صفحة. ودائما أقولها: سيأتي يوم ما وهي جزء من أجزائك هذه الصفحة، سيأتي يوم ما وأنا أحتاجها. أعطي القرآن نفسك كله وجهدك كله لكي يعطيك بعضه وليس كله. ثم صدق متخيلين؟ يعطيك بعضها. هذا الذي نريده. نعطي أنفسنا لكي القرآن يعطينا نفسه، نعطي أنفسنا، نعطي تحفيزنا، تشجيعنا لكتاب الله سبحانه وتعالى لكي نختم ونسمع القرآن الكريم بكل سهولة وبكل يسر، بدون أن أراجع هذه الأجزاء ضعيفة، بدون أن أراجع هذه الصور ضعيفة. هذا لا يعتبر حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. وحتى وإن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى هو من تقول له: سمع مباشرة يسمع. سمع لي من قوله تعالى إلى قوله تعالى مباشرة، سمع لي السورة فلان مباشرة، سمع لي الجزء فلان مباشرة يسمع بدون أي تردد. هذا هو حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى. قللوا من المقدار، صفحة، صفحتان، 3 صفحات، المهم قلل من المقدار، لكن أكثر بالتكرار. دائما وأبدا أكثر وأكرر من أجزائي لتثبت، من الصور والأجزاء لكي تثبت، من حفظ اليوم لكي يثبت. وهذا الذي أحتاجه في السابق، هذا الذي أسمعه الآن سأحتاجه في السابق، هذا الذي أحتاجه في السابق وسيفيدني في السابق. المراجعة، التكرار، التثبيت، الحفظ اليومي. هذا عندما أختم كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى وإن بقت مثلا بعض
وليس بعض، يعني إلا يعني صورة مثلا، جزء مثلا سأراجعه مباشرة وسأسمع كتاب الله سبحانه وتعالى، أو مباشرة سأسمع. لكن المشكلة الكبرى عندما أختم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا حلمي لختم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يتمناه الأب، الأم، الأخ، الأخت، الأهل، الأقارب، الجيران، يتمنون بأن أختم كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية أختم كتاب الله سبحانه وتعالى ويأتي هذا الختم لا أستطيع تسميعه، فهذه مشكلة كبيرة، هذه المشكلة. لكن عندما أختم تكتمل فرحتي، تكتمل فرحة الأب، الأم، الأهل، يختبروني أمي، أبي، أهلي في الأقارب، الجيران، يختبروني، أسمع مباشرة. هذا الذي يحتاجه الأهل، هذا الذي أحلم به أنا أولا وأهلي ثانيا. هذا هو المراد، هذا هو الطريق الصحيح. مشيت في البداية وتعبت وعانيت وسهرت وقمت من الليل وراجعت وتعبت وكررت واستغفرت الله سبحانه وتعالى واستمريت على هذا حتى وفقني وختمت القرآن الكريم ثم سمعته مباشرة. هذه من الخطوات المهمة. دائما ضعوا في عقولكم لا أريد الختم، بل أريد أن أصفي جميع أجزائي التي حفظتها سابقا، أن أقويها ثم أختم، أن أقويها ثم أستمر بحفظهم. ولو توقف حفظك اليومي، لا تقول فلان سبقني، وإذا كانت أخت فلانة سبقتني، تسبق تمشي الله وفقها. المهم بنفسي، بذاتي، بشخصيتي أريد أن أحفظ، أريد أن أرفع رأس أبي وأمي وأهلي، أريد أن أرفع رؤوسهم، أريد أن أتوجهم يوم القيامة، أريد أن أحفظ القرآن. يمشي يسبقني، ما أريد سابق. ليش السرعة؟ السرعة هذه دمار. السرعة هذه حتى وإن حفظت ستنسى مباشرة. بمشي ألا مثل ما أمشي ألا ما كنت عليه، وأراجع من أجزائي ألا ما كنت عليه. المهم والأساس بأن أختم كتاب الله سبحانه وتعالى وأسمعه مباشرة. هذا هي الأساس. وما عليش يعني طولنا عليكم في هذه الخطوة وأنتم أعلم بها. هيا ننتقل إلى الخطوة التي بعدها. كما قلنا الآن في الخطوة التي مضت، قلل من المقدار وأكثروا بالتكرار، وأيضا داوموا على الاستقرار. لربما بعض الأوقات تحفظ بشكل يومي طبيعي، لكن ستأتي هذه الخطوة المهمة، يأتي يوم ما لم تحفظ مباشرة. ما هو السبب؟ ولماذا ابتلاني الله بهذا؟ ولماذا عاقبني الله بهذا؟ ارجع مباشرة إلى الماضي. ماذا عملت؟ أنا يوميا أو أنا يوميا أحفظ، لكن اليوم استغرق مني ساعة، ساعتان، 3، 4، 5، 6، 7، استغرق مني يوم كامل لربما، أو نصف يوم لربما، وأنا لم أحفظ القرآن. يعني لم أحفظ الصفحة هذه، لم أحفظ الصفحة هذه يوميا، أحفظها بكل سهولة، أبطشها بعيني وأمشي مباشرة. وفقني الله ولا حفظي قوي، لكن هذا اليوم لم أحفظ. وسط تحصل فعلا، لكن راجع. ماذا عملت؟ ماذا فعلت؟ القطها مباشرة الذي فعلته، لأنه بسبب ذنوب، بسبب لربما شيء يعني سبحان الله، أشياء يعني مثلا نقول ولله المثل الأعلى، عصيت أباك أمك، يعني تمسخرت على إنسان، عملت على أي إنسان أي شيء، أذنبت، نظرت على شيء محرم. هذه هي المهمة، هذه هي المهمة، بأن نستغفر الله سبحانه وتعالى بسبب شيء الله سبحانه وتعالى يعاقبك بالحرم. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. أنتم متخيلين الإمام الشافعي كان يفتح القرآن كذا، عندما تفتح القرآن كذا معروف صفحة هون وصفحة هون. الإمام الشافعي كان يغطي على هذه الصفحة ويحفظ هذه بنظرة واحدة، ويغطي على هذه الصفحة ويحفظ هذه. في مرة من المرات يغطي على هذه الصفحة كالعادة، يريد أن يحفظ لم يحفظ. ما السبب؟ لأنه خرج إلى الشارع فوجد امرأة ونظر إلى عرقوب المرأة، نظر إلى المرأة بدون قصد، هذا وهو بدون قصد، فما بالكم إذا كان شخص مقصود.
هذا بدون قصد، فعاقبه الله سبحانه وتعالى فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يعني تقريبا شيخه وكيع، فأرشدني إلى ترك المعاصي. شوفوا المعاصي إيش تعمل؟ تحرمك من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتحرمك من حفظك اليومي. فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نورا ونور الله لا يهدى لعاصي. نختتم بهذه الأبيات. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، اضغطوا لايك، شيروا هذه الحلقة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.